والله يلجمنا لجام. أي سؤال يسألوا أي شيء يعني يتحدثون فيه أو أي نقاش بإذن الله نلجمهم إلا سؤال واحد: يا أخوان أنتم ليه جايين هنا تقاتلون فلسطين هناك العرب تركي؟ هذا يفضحنا. أتمنى أني لن أموت ولا أسأل السؤال هذا. فنبين له بأن نحن أن تسأل عن إذا كنت تسأل عن اليهود اللي موجودين في فلسطين صح، هذا سيأتيهم يوم، لكن نقول والله أنت ما تعرف أن قبل هؤلاء اليهود يحتاج أول شيء نحر يهود العرب اللي هم موجودين حواليها واللي هم أصلا يحمون هؤلاء. نحن بلانا في هذا الأمر، نحن ما بلانا أصلا في اليهود 3 مليون ولا 4 مليون. والله لو دخلوا عليهم الناس بالعصيان ولا بالحجر رمجوهم ما أبقى منهم أحد. نحن بلانا في يهود بني عربان هذول بني جلدتنا أشد نفاق وأشد نسأل الله الكفر من هؤلاء الناس، ممن يحمونهم وممن يعني يجلسون معهم على موائد ومفاوضات وكذا. شلون ورثوا الشام لا ايش الحل الآن؟ ما بيد المسلمين أي حل، ما بيد المسلمين أي حل. راحوا يتحرشون بهذا الدب الخبيث ثم راحوا اختفوا في الكهوف وتركوا الشعب الشيشاني يتلقى الضربات الجوية والبرية والصواريخ والدبابات والغازات إلى آخره، وراحوا اندسوا كما صرح أحد وزراء، لا أدري وزير الداخلية أو وزير الحرب أو كذا، صرح بأن هؤلاء الآن يتمتعون بالعافية والصحة، لم يمسهم أي سوء من القوات الروسية، وذهب ضحية لهذا الظلم الشعب الأفغاني وخاصة الصبيان هو نساؤه شيشاني. سووا يعني تحرشوا بالروس وهربوا منهم هم ناس قطريين خطاب وجماعته. انت ما تعرف هذا؟ لا والله لا ناس قطريين كتكفيريين. ان عندنا الاعلام في بدايه الامر يمكن كان مع الروس ما هو مع الشيشان. هو خطاب لا يعني الاعلام هذه الحقيقة. مع الروس الحقيقة أن هؤلاء الهمج الأوغاد يعني قادوا معركة من الشيشان إلى داغستان يريدون يفتحونها، فتحركت روسيا استردتهم بسهولة ولاحقتهم بدعم الشعب الإيراني الشعب الشيشاني بارك الله فيكم بحربها الظالمة وقواتها الجبارة على شعب مسكين لا يملك من السلاح ولا من القوة ما يستطيع أن يواجه به هذا العدو. والله تبارك وتعالى يقول: وأعدوا لما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهم في وضع يطمع عدو الله لا يرهبه، هم في وضع يعني يطمعون فيهم أعداء الله ولا يرهبونه. فحانت الفرصة وسنحت على أيدي هؤلاء المتحرشين لأن تثب هذه أو هذا الدب على هذه الفريسة التي استطاع أن يبتلعها بسهولة. وسبهم هؤلاء. ما يعتبر جهاد شرعي يا شيخ؟ كيف جهاد شرعي؟ يعني هم يشيعون أن هذا جهاد؟ هم يدافع عن أنفسهم دفاعهم لا شرعي. لا الآن نحن عليكم الدفاع عن الشيشان والله نساعدهم على المسلمين أن يهبون مساعدة المظلومين مساكين. لكن من ورطهم من أمام في أسون هذه المهالك يتحرش. لا هم تحرشوا فيه شيئين تحرشوا في الروس صح هذا الكلام. لم نعم لا يعني الشعب الشيشاني ما تحرش ناس يحملون هذا الفكر الفاسد، عرب وشيشان يحملون فكرا طائشا بارك الله فيكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر شباب الأمة يعني من فتنة في فتنة، من هلاك في هلاك، من دمار في دمار.